اعترافات بتجمد الدم. هنسمع كلام القاتل نفسه وهو بيشرح عمل إيه بالظبط وبيبرر جريمته المروعة دي. خلونا ندخل في تفاصيل الحكاية دي ونشوف إيه اللي حصل. عشان نفهم القصة صح لازم نبدأ من الأول خالص، مش من القاتل، لأ، من اللحظة اللي الجريمة البشعة دي ظهرت فيها للنور لأول مرة. الحكاية بتبدأ على شط ترعة المريوطية. مزارع عادي جدا في أرضه بيلاقي اكتشاف مرعب، اكتشاف ما كانش يتوقعه أبدا، وهو اللي هيفتح باب التحقيق في قضية هزت مصر كلها. طيب، إيه اللي حصل بالظبط؟ التسلسل الزمني للأحداث بيوضح كل حاجة. الأول المزارع لقى رجل بشرية محروقة في أرضه. طبعا بلغ الشرطة. الشرطة لما جت وبدأت تمشي المنطقة لقت رجل تانية سليمة على شط الترعة. وهنا بقى كانت المفاجأة، أو نقدر نقول الخيط اللي حل اللغز كله. في جيب الشورت اللي كانت الرجل التانية لابساه لقوا